أنا اسمي ليلى، عندي 29 سنة، متجوزة من 4 سنين ونص. حياتي كانت عادية جدا لحد ما حصل اللي حصل. النهاردة هحكي لكم قصة محدش يقدر يتخيلها، قصة كل ما أفتكرها بحس إني عايشة في كابوس مش عارفة أصحى منه. كل حاجة بدأت من سنة تقريبا. جوزي أحمد كان بيشتغل في شركة صغيرة، والدنيا كانت ماشية الحمد لله. مش غنيين بس عايشين كويس. كنا ساكنين في شقة إيجار في المعادي، وكنت أنا شغالة مدرسة في مدرسة خاصة. في يوم أحمد رجع البيت فرحان جدا وقالي: ليلى، أخيرا الفرج جه. صاحبي كريم هيساعدني أفتح مشروع خاص، هنبقى شركاء. كريم ده كان صاحب أحمد من أيام الجامعة، راجل غني جدا ورث فلوس كتير من أبوه. كان دايما بيتباهى بفلوسه وعربياته الفارهة. أنا من أول ما شفته حسيت بحاجة غريبة، بس قلت يمكن غيرة مني لأنه غني وإحنا لسه في أول الطريق. أحمد فضل يحكي لي عن المشروع بحماس. كريم هيدفع كل التكاليف، وأنا هشتغل وأدير المشروع، والأرباح هنقسمها نصين. تخيلي يا ليلى، هنبقى أغنية في خلال 2 3 سنين. كنت فرحانة ليه؟ بس في نفس الوقت خايفة. قلت له: طب ليه كريم هيعمل كده؟ هو مش محتاج فلوس، ليه بيدفع كل حاجة؟ علشان صاحبي وعلشان واثق فيه. ده بيقولي انت زي أخويا. بدأ المشروع فعلا. كريم دفع حوالي 800 ألف جنيه، فتحوا محل تجاري كبير لبيع الأجهزة الكهربائية في مدينة نصر. الموضوع كان ماشي كويس في الأول، والمحل بدأ يكسب. في الأسابيع الأولى كنت بلاحظ إن أحمد بقى مشغول طول الوقت. كان بيرجع البيت الساعة 11 بالليل، وساعات أبدر ما يرجع. كان بيقولي إن المحل محتاج مجهود كبير في البداية، وإن لازم يثبت لكريم إنه استثمر فلوسه في المكان الصح. أنا كنت فاهمة وصابرة، بس كنت حاسة بوحدة شديدة. كنت برجع من المدرسة الساعة 3 العصر ومفيش حد في البيت. كنت بحضر الأكل وأستنى أحمد لحد بالليل، وفي الآخر كان بياكل وينام من التعب. حياتنا الزوجية بدأت تتأثر، بقينا زي الغرباء اللي عايشين في بيت واحد. كل مرة أحاول أكلمه في الموضوع ده كان بيقول لي: استحملي يا ليلى، ده وقت التعب، بعدين هنعوض كل ده. بعد شهرين تقريبا كريم بدأ يجي عندنا البيت كتير. كان بيجي كل يوم جمعة بالتحديد. أول مرة جه قعد ساعة وراح، تاني مرة قعد ساعتين، بعد كده بقى يقعد لحد بالليل. في البداية كنت بستقبله عادي، أقدم له الشاي والقهوة وأسيبهم يتكلموا في شغل. بس بدأت ألاحظ حاجات غريبة. كريم بقى يبصلي بطريقة مش مريحة خالص، نظراته كانت بتخليني أحس بالضيق. في مرة كنت واقفة في المطبخ بغسل المواعين، ولقيت كريم داخل عليا من غير ما يستأذن. تحبي أساعدك يا ليلى؟ اتفاجئت وقلت له: لا شكرا، أنا خلصت تقريبا. قرب مني أكتر وقال: انتي ست شاطرة ما شاء الله، أحمد محظوظ بيكي. حسيت بعدم ارتياح شديد. قلت له: أحمد في الصالة مستنيك. بس هو ما كانش مستعجل يروح، فضل واقف يتفرج عليا بطريقة خلتني أحس إني عريانة قدامه. في الآخر طلع بعد ما سمع صوت أحمد بيندى عليه. بالليل حكيت لأحمد اللي حصل. توقعت إنه هيزعق، هيتعصب، يمكن يمنع كريم من الزيارة، بس رد فعله كان صادم. قالي بهدوء: يا ليلى، كريم راجل محترم وصاحبي، أكيد أنتي فهمتي غلط، يمكن كان عاوز يساعدك فعلا. قلت له: أحمد، أنا مش بتخيل. الراجل كان بيبص لي بطريقة مش كويسة. قال بحدة: كفاية يا ليلى، كريم ده اللي واقف جنبنا ومساعدنا، ما تبقيش حساسة قوي كده. حسيت بالإحباط. جوزي مش مصدقني وبيدافع عن صاحبه عليا. في يوم جمعة كنت في المطبخ بحضر العشاء، وسمعت أحمد وكريم بيتكلموا بصوت واطي. حاولت أركز علشان أسمع هما بيقولوا إيه. كريم كان بيقول: أحمد يا صاحبي، مراتك ست جميلة ما شاء الله، أنت راجل محظوظ. أحمد ضحك وقال: ربنا يخليك يا كريم، فعلا أنا محظوظ بيها. كريم قال بنبرة غريبة: أنت عارف يا أحمد، أنا ساعدتك كتير وهساعدك أكتر كمان، بس الواحد بيتمنى حاجة بسيطة في المقابل. قلبي وقف، استنيت أسمع أحمد هيرد إيه. أحمد سكت شوية وبعدين قال: أنا عارف يا كريم، وأنا مقدر كل حاجة عملتها، قول لي تحب إيه وأنا تحت أمرك. كريم قال: أحمد، أنا راجل وحيد،
مطلق وعايش لوحدي. بصراحة كنت بفكر يعني إيه المانع إننا نبقى عيلة واحدة أكتر من كده؟ مش فاهمة هو بيقول إيه بالظبط، بس حسيت بقشعريرة في جسمي كله. أحمد قال: يعني إيه بالظبط يا كريم؟ كريم قال بوضوح المرة دي: يعني ليلى مراتك ممكن تكون مراتي كمان، مش طول الوقت، بس يوم في الأسبوع مثلا. يوم الجمعة ده يبقى يومي أنا معاها. الدنيا دارت بيا، مش مصدقة إني بسمع الكلام ده. استنيت أسمع أحمد يطرده من البيت، يزعق فيه، يقوله إزاي تتجرأ تقول كده. بس اللي حصل كان صدمة أكبر. أحمد سكت لحظات طويلة وبعدين قال: يا كريم، أنت صاحبي وأخويا، بس ده طلب صعب جدا. كريم قاطعه: صعب ليه يا أحمد؟ أنا اللي واقف جنبك، أنا اللي صرفت على المشروع كل الفلوس دي. لو أنا سحبت فلوسي النهاردة هتعمل إيه؟ هترجع موظف بمرتب 4000 جنيه؟ فكر كويس. أحمد قال بصوت واطي: خليني أفكر يا كريم. كريم قال: فكر براحتك، بس أنا ناوي أزود استثماري في المشروع. هدفع $500,000 كمان الشهر الجاي. ده لو أنت وافقت طبعا. قلبي كان هيطلع من مكانه. جريت على أوضة النوم وقفلت على نفسي. قعدت أعيط بهستيريا، مش مصدقة إن جوزي اللي بحبه ممكن يفكر حتى في الكلام ده. بعد ساعة تقريبا كريم راح وأحمد دخل الأوضة. لقاني قاعدة على السرير وعيني حمرا من العياط. مالك يا ليلى؟ تعبانة؟ صرخت فيه: أنت بتستهبل يا أحمد؟ أنا سمعت كل حاجة، إزاي تفكر تقبل الكلام ده؟ أحمد اتنرفز وقال: يعني سمعتي؟ طب ما كنتي تيجي تقعدي معانا علشان نتكلم بصراحة. قلت له: أتكلم في إيه؟ في إن صاحبك عاوز يشاركك في مراتك زي ما بيشاركك في الفلوس؟ أحمد قعد على السرير وحط راسه في إيديه وقال: ليلى، أنتي مش فاهمة الوضع. إحنا محتاجين كريم. الفلوس اللي دفعها دي لو راحت هنبقى في الشارع. المحل ده هو مستقبلنا. قلت له وأنا بصرخ: مستقبلنا على حساب شرفي؟ على حساب كرامتي؟ أنت مش راجل ولا إيه؟ صفعني على وشي بقوة. كانت أول مرة يرفع إيده عليا. قال بصوت بارد: اسمعي يا ليلى، أنا راجل بفكر في مستقبلنا. مش هنفضل عايشين في الإيجار ده طول العمر. كريم عرض علينا فرصة ذهبية. هو مش عاوز حاجة كتير، بس يوم واحد في الأسبوع، يوم الجمعة بس. قلت له وأنا بعيط: يوم واحد؟ يوم واحد كتير. ده حرام، ده زنا، ده أنا مش هقدر. أحمد: هتقدري، علشان مستقبلنا، علشان نبقى أغنية. فكري في الموضوع كأنه شغل، وظيفة إضافية بتعمليها علشان البيت. حسيت إني هموت. جوزي اللي كنت بحبه بيكلمني بالطريقة دي، كأن أنا سلعة ممكن يبيعها أو يأجرها. قلت له: لا يا أحمد، مستحيل. اطردني، طلقني، أعمل اللي أنت عاوزه، بس أنا مش هعمل كده. مش هطلقك، وهتعملي اللي أنا بقوله. الموضوع مش للمناقشة. في الأيام اللي بعدها أحمد بدأ يستخدم كل الأساليب معايا. مرة بيكون لطيف وبيجيب لي هدايا، يقول لي إننا هنعمل العمرة بعد ما المشروع يكبر. ومرة بيكون قاسي وبيهددني إنه هيطردني ومش هديني قرش. كمان بدأ يحرمني من فلوس البيت. كان بيدينا بالقطارة، أقل من اللازم. لما أطلب منه فلوس زيادة كان بيقولي: مفيش فلوس، لو عاوزة فلوس تعالي نتفاهم. حاولت أتكلم مع صاحبتي منال، قلت لها إن عندي مشكلة كبيرة مع جوزي، بس من غير ما أدخل في التفاصيل. قالت لي: يا ليلى، الجواز تضحيات، كلنا بنضحي علشان بيوتنا. المهم جوزك بيحبك ولا لأ؟ قلت لها: مش عارفة. قالت لي: يبقى اصبري، الدنيا دي كلها صبر. بس صبري على إيه؟ على إن جوزي عاوز يبيعني؟ بعدها بكام يوم أحمد فضل يضغط عليا. كان بيقولي إن كريم هيسحب فلوسه لو أنا مرفضتش، إن إحنا هنخسر كل حاجة، إن أهلي اللي فقرة مش هيقدروا يساعدوني لو اترميت في الشارع. كان بيستخدم كل حاجة ضدي. بيفكرني إنه ساعد أخويا لما احتاج عملية، إنه دفع ديون أبويا، إن أنا مديونة ليه. أنا كنت في صراع رهيب. من ناحية عارفة إن ده حرام وغلط ومفيش أي مبرر ليه، ومن ناحية تانية خايفة من المستقبل.
من إني أفقد كل حاجة، من إن أحمد يطردني وما كنش ليا مكان أروحه. حاولت أتكلم مع أمي بس من غير ما أقولها التفاصيل. قلت لها: يا ماما،